الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوجه كلامي هذا إلى كل مشاهد وإلى كل مبتلى وإلى كل إنسان على وجه الأرض يريد الشفاء من الله سبحانه وتعالى. أقول لك لا بد من الأخذ بالأسباب، فالله علمنا في قرآنه الكريم في سورة الكهف حيث قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فإذا لا بد من الأخذ بالأسباب الموصلة إلى الشفاء وإلى الصحة وإلى القوة وإلى العافية. هذه الأسباب نأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إن شاء الله تعالى في هذا الوقت الطيب المبارك المشهود من الله وملائكته، حيث قال رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نجد بالنسبة للعلاج أن هناك كثير من الناس صدقت والأكثر كذب وشعوذ ودجل في أمر العلاج مع الناس. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن طريق العلاج بالقرآن وطريق الأمراض العضوية التي تداخل فيها الأرواح والجن والسحر والمس هي أمور غيبية، لأن الجن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. منهم من تسلط علينا نحن كبشر بأمراض كثيرة لا تعد ولا تحصى. الإنسان اللي بيصدق بذلك هو قد رأى بعينه، والمكذب لذلك نتركه، فإن تكذيبه هذا لا ينفعنا بشيء ولا يضرنا. ولكن اليوم أنا عاوز أعيش مع حضراتكم مع حالات. الحالات ديت لما إحنا نسمعها صدقوني من الناس من يؤمن بها ومن الناس من لا يؤمن بها. وعلى سبيل المثال مرض من الأمراض التي استعصى عليها كبار أطباء الأرض. في حالة من حالات أرض الجنينة، يعني هي هذه الحالة تسكن معنا في أرض الجنينة، وصاحب الحالة لسه شايفه من قيمة 3 أيام بصحة جيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، منذ أن قرأت عليه القرآن، والكلام ده كان في التسعينات، واتجوز الآن وخلف وموجود، وتشهدوا على حالته وعلى ما تواصل إليه، والأدوية والروجيتات اللي احتار فيها الطب. يا ترى الحالة دي إيه؟ حالة قيء. حالة قيء استمرت 17 سنة ولم يتم شفاؤه. إيه رأيكم في الكلام دوت؟ طيب بدأت إزاي الحالة ديت؟ بدأت إني أنا كنت بخطب خطبة عن العلاج بالقرآن الكريم في مسجد عندنا هنا يسمى بمسجد الأنابيب، يسمى بمسجد اللهم صل على رسول الله، بجوار مصنع الأنابيب عندنا. هو مسجد مشهور ومعلوم ومعروف عندنا، يسمى مسجد المنتصر.
ايه رأيكم في الكلام اللي بقوله دوت؟ هل تصدقوا أم لا تصدقوا؟ خطبت الخطبة عن العلاج بالقرآن، وأفاجأ برجل يقول لي: يا ابني، أنا ابني عنده القيء بقاله 17 سنة، وأنا سمعت منك الخطبة، ما تيجي تعالجه؟ رحت قرأت عليه القرآن. القرآن عبارة عن تلاوة. واحد يقول لي: يعني هي التلاوة دي هتعمل ايه يا شيخ؟ أقول لك هتعمل ايه؟ هتعمل اللي ما قدرش عليه الأطباء في الدنيا. تصدق ولا ما تصدقش؟ قرأت عليه القرآن، وأنا بقرأ عليه القرآن وجدت روح عليه شديدة جدا، شديدة. يقول لي: أنا ملك الجن الأحمر، بنتي متجوزاه وساكنة ببطنه. أنا بنقل صورة حصلت. يقول اللي يقولوا متجوزاه مطلقاه هو اللي بيقول، ولكن أقسم لكم بالله كلامي هذا في هذه الحالة كما حدث، كما حدث. المهم قرأت عليه القرآن. فالمهم قال لي: أنا ملك الجن الأحمر وبنتي متجوزاه وساكنة ببطنه. وبعدين في انصرافه قال: سعيدة. قلت: والله لا أقرأ عليه القرآن وأحضر وأحرقه. فلما فاق الولد بيقول لي: يا شيخ، أنا شفته ملك كبير وعليه تاج كبير. ده الكلام ده من مين؟ من الولد اللي بقرأ عليه. هو اللي شاف، هو اللي قال. طيب هقرأ عليه تاني. أخذت أقرأ وإذ بالولد اللي كان في غضب في بادئ الأمر لما عندما انصرف ملك الجن الأحمر في حالة هدوء وتبسم وجمال وحلاوة في الوجه. إيه ده؟ اتغير الوجه، اتغير خالص. يقول لي: إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمود. فقلت له: من أنت بحق الله؟ رد علي فقال لي: إيه؟ أنا خادم الكعبة الشريفة، أنا مندوب خادم الكعبة الشريفة من الجن المسلم. خد بالكم بيقول إيه؟ أنا مندوب خادم الكعبة الشريفة من الجن المسلم، وجئت إليك يا شيخ محمود لأنك تدعو بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيه بقى هي دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هي بعض آيات ندعو بها لكي يحضر الجني اللي هو في الجسد اللي مسبب عملية القيء اللي احتار فيها الأطباء 17 سنة. بل مش احتاروا بس يعني الأطباء فيها ده، بل إن صاحب الحالة اللي هو والده احتار فيها. راح لمشعوذين ودجالين ونصابين وخداعين، واللي يقول له احرق واللي يقول له اذبح وهات فرخة يتيمة الوالدين وادفنها واقعد قول دفنا الوجيعة وأخذنا النفيحة. كلام فارغ، كلام فارغ. أنا عايز أعرف الناس ديت اللي بتقول هذا الكلام أين هي من الله؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. المهم، فدعوة المصطفى اللي أنا بدعو بيها وهي عبارة عن آيات اتعلموها واقرأوها على مرضاكم. والله إن كان في حاجة في الجسد بهذه الدعوة هتحضر ويتكلم على اللسان. وحضراتكم بقى لو في أي حاجة بنمسك قلم جاف زي دوت، تمسكه مثلا لأمك لأختك لخالتك لعمتك لأي حد، بس أهم حاجة يكون لو حد غريب أو أجنبية عنك يبقى في حائل. بتمسك الصباع بالضغط بكل قوة وتقول له: انطق بحق الله. مين معانا بحق الله؟ بقالك كم سنة معاها؟ مين الأكبر، انت ولا هي؟ فطبعا إن كان فيها روح هتنطق، ما فيهاش روح خلاص تتعالج بقى عضو. المهم يا سادة، هذه الدعوة هي دعوة الرسول، دعوة مباركة جميلة. هي أولا قراءة سورة الفاتحة، أوائل سورة البقرة، ال5 آيات الأولى من أول ألف لام ميم إلى آخر 5 آيات.
آية الكرسي أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أواخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة. الشهادة العظمى من سورة آل عمران الآية رقم 18، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ثم الآية رقم 54 من سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ثم بعد ذلك أواخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إلى آخر الآيات. أوائل سورة الصفات العشر الآيات الأولى والصافات صفا. ثم أواخر سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآيات. ثم الآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك يا رب. وأنه تعالى الله عن كل ما يفعله المشركون. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والقوائل الأربعة أو إن شئت قل القوافل الأربعة اللي هي قل يا أيها الكافرون لأنها بدأ بقل أو بقاف اسمها القوافل أو القوائل. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وده انك تقرأها إلى أن يحضر العارض. بحضور العارض تسأله اسمك إيه وقالك كام سنة وعامل إيه معاها، أسئلة تختلف عن صاحبة الجسد. ومين الأكبر أنت ولا هي، ودخلت في جسمه إزاي وعايز تخرج منين. ده كلمات آيات قرآنية فعناها وكان تم الشفاء لهذا الإنسان من 17 سنة. آيات قرآنية جميلة عشان تصدقوا قول المولى سبحانه وتعالى حينما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بعض الأطباء يقول لك إيش دخل القرآن في الأمراض العضوية؟ طب ما هو دقيق. فالمهم قال لي إن لأنك تدعو بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا شيخ محمود ماذا تريد؟ قلت له هحرقه. قال لي يا شيخ محمود تمهل، هل تستطيع أن تخاطب رئيس الجمهورية كما أنك تخاطب رجل من عامة الشعب؟ قلت له لا، لكل له خطاب وجواب. قال إذن يا شيخ محمود هذا ملك الجن الأحمر، إذا أردت أن يشفى هذا المريض فأتي بكوب من ماء وضع إصبعك السبابة اليمنى فيه وبنفسك اقرأ سورة ياسين ثم يشربها 3 مرات يبرأ بمشيئة الله ويدعو بهذا الدعاء. إيه هو الدعاء؟ اللهم بحق مبينات ياسين وبحق ياسين عظيمة الشأن وبحق نور وجه الله العظيم اللهم يا كاشف الكاشفة اكشف عنا هذه الغمة. ويدعو المريض بغمتي. شوف عندك ايه بعد ما تشرب المية ديت مرة واثنين وثلاثة وادعي بهذا الدعاء. تبرأ إن شاء الله تبارك وتعالى كما قال لي مندوب خادم الكعبة الشريفة من الجن المسلم، يبرأ ويشفى بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أمرني هذا الجني المسلم على لسان هذا الإنسان قال يا شيخ محمود وأوصيك أن تقرأ سورة ياسين الليلة وستجد في منامك 3 رؤيات تفاعل معها وانظر ماذا تفعل. المهم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة قرأت سورة ياسين ونمت على وضوء. أرى في المنام يا أخواني 3 رؤيات. الرؤية الأولى إن الراجل صاحب الحالة اللي هو قابلني عشان ابنه والاثنين
بيضحكوا والضحكة يعني كده تعلو وجوههم وفرحانين ومبسوطين. هذه ايه؟ رؤية. الأخرى لقيت ولد بيسب أمه ويضربها ويعقها، فأنا رحت عليه بكل قوة ضربته مات في إيديا. الرؤية الثالثة لقيت واحدة في المنام هي تسكن يعني بعيد عننا بالظبط ما يقرب من 100 متر. البنت ديت وجدتها في محل عملها اللي بيعمل فيه ليل ونهار واقفة أمامي، فنظرت إليها. ده كل ده في المنام في الرؤية. نظرت إليها فبادلتني بنظرات غريبة جدا، فوجدت إني نازل من بقها دم وعمالة تبص لي ببصات غريبة جدا. فأنا رحت عليها قرأت القرآن، حضر عليها روح جني كافر، عنفته وضربته وأخرجته من جسمها. ده كل ده كلام فين؟ في الرؤية. المهم قمت من النوم، اللهم اجعله خير يا رب. ايه اللي حصل؟ رحت اصلي الفجر، جيت من صلاة الفجر لقيت كده حاجة بتشدني اني انا اروح للبيت دوت وللناس دول. رحت لقيت الست امها قاعدة قدام مكان عملها، فانا بصحيها بقول لها يا فلانة. قالت لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ده جوزي في السعودية جالي في المنام دلوقتي بيقول لي قومي الشيخ محمود هيطفي الحريقة اللي عندكم اللي هي في بيتهم يعني. ايه اللي حصل يا شيخ محمود؟ قلت لها والله انا شفت كذا وكذا كذا في المنام، فانا لازم احضر على بنتك الان دلوقتي، انا شايف حاجه كده بتشدني. فالمهم رحت وحضرت عليها اللي انا شفته في المنام في الرؤيه وجدته. طبعا اخواتها يعني كانوا صغيرين، انما الام دلوقتي عايشه ومتواجده، ولكن انا لا استطيع ان انا اروح لامراه عشان احضر عليها بدون محرم، ولكن طلبت منها محرم كان محرمهم اللي هو يعتبر الزوج أختها الوسطانية، حضر معانا وقرأت، واللي حصل في الرؤية حصل في الحقيقة وتم شفائها. فأنا بسأل سؤال لكل منكر العلاج بالقرآن الكريم، الكلام اللي أنا بقوله دوت إيه رأيكم فيه؟ يا ترى تصدقوه ولا تكذبوه؟ طيب أنا بسأل الأطباء كمان اللي بيحتاروا في بعض الأمراض اللي استعصت عليهم. يعني مثلا حالة قيء زي دوت 17 سنة وطبيب جراح كبير على لسان الأب يقول لجراح كبير ومشهور جدا وعمل له العملية ومع ذلك بيقيء. طيب ملوش علاج؟ علاجه كان في إخراج هذه الروح الشريرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم شفاؤه بالقرآن وماء القرآن. في بقى حالة يعني عايز أذكرها لحضراتكم يا أطباء بس عشان تفهموا وتتعلموا وتتفكروا إن هناك أمراض لا تعالج إلا بالقرآن. طب ليه؟ لأن السبب شيء من العالم الآخر، والعالم الآخر اللي هو الجن بسبب ذلك لا يحرق ولا يتأثر إلا بكلام الله. الحالة اللي هقولها لكم ديت حالة غريبة جدا، وأنا بقول لك صدق أو لا تصدق. إيه رأيك؟ هو الكلام عليه جمرك؟ ما عليهوش جمرك. ربنا اللي هيحاسبني، وأنا أعلم علم اليقين إن ربي قال في القرآن الكريم إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أنا بكرة هموت، أنا وصل السن فوق 50، يعني أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني 8 سنين أقصى حاجة إن شاء الله تعالى. بس عاوز أبين للناس اللي حصل علشان تقدر تعالج نفسيا بالقرآن، وأن القرآن الكريم حق والعلاج بالقرآن حق وليس وهم كما يدعي بعض الأطباء. فالحالة ديت هي حالة امرأة اسمها صفاء، راحت للأستاذ عيد الفقي، كان رجل أزهري ما شاء الله، ربنا يكرمه يا رب في الجنة دلوقتي ويتنعم، لأنه كان على صلاح ومات على صلاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الجنة يا رب بحق لا إله إلا أنت وأمثاله وأمثال المؤمنين الطيبين الطائعين حملة القرآن من الأزهريين وغير الأزهريين، لأن الأستاذ عيد دوت كان راجل قمة، راجل طيب. فقال لها روحي على الشيخ محمود وهو يعالجك. وفاجأ إن وقفالي على باب مسجد المنتصر بعد صلاة العشاء، بتقول لي أنا جايه لك من طرف أستاذ عيد الفقي. قلت لها خير؟ قالت لي والله أنا بشتكي بآلام
ووساوس وآلام في البطن وفي الظهر وصداع ومتشتتة وبتعيط وبتبكي. قلت لها طيب المفروض ان انا عشان اقرأ عليك لازم يكون معاكي محرم. قالت لي بيتي جنب المسجد. قلت لها طب اسبقيني وحضري محرمك اللي هو زوجك. طلعت قرأت عليها. تصدقوا وتأمنوا بمين يا سادة؟ أقسم لكم بالله قرأت عليها، حضر عليها جني اسمه مريوط، عيل صغير على حسب ما بيقول، أنا ما بشوفش حاجة، على حسب ما بيقول عيل صغير طفل. بقول له دخلت فيها ليه؟ قال لي أصلها حلوة وأنا عجبت بيه. المهم أخذت أعنف فيه وأقرأ عليه. بقول له أنت بتعمل معاها إيه؟ قال لي بجيب لها صداع وبتكره جوزها، وكل ما تشوف ميت ولا تسمع عن حاجة هموت 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 هتموت، وساوس بالموت، وألام في الظهر وفي الصدر وفي الراس وفي العين وفي الأنف، ولدرجة إن يقول لي ولما بتروح للدكتور أنا بقف بره على الباب، تخش للدكتور يقول لها عندك إيه؟ تقول له ما عنديش حاجة، مش حاسة بحاجة. أول ما تطلع أنا بأمسك بحركات الأطفال. إيه رأيكم في الكلام دوت؟ أدينا بندردش بندردش. الدردشة ما فيهاش يعني حساب منك، حساب على الله. المهم قرأت عليه القرآن وبفضل الله سبحانه وتعالى أخرجت من جسمها. شفيت البنت تماما 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 لمدة أسبوع كما حدثتني. كل الأعراض اللي كانت فيها انتهت. وفاجأ يا سادة والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه، تجيلي بأشد الأمراض التي كانت فيها من قبل. الأمراض اللي كانت حصلت لها قبل خروج مريوط جت أشد. فأنا رحت لهم البيت فقرأت عليها القرآن اللي هي الآيات اللي أنا ذكرتها اللي هي دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا بقرأ عليها حضرت عليها جنية اسمها هنية. بقول مين معانا بحق الله بعد ما البنت وقعت وصرخت وصوتت، بضغط بقى على الصباع، مين معانا بحق الله؟ قالت لي أنا هنية. انتوا حرقتم ابن مريوط، هو ملوش أهل. المهم أخذت أقرأ وحضر، تنصرف مني وتيجي شوية وتفوق البنت. أنا تعبت أرهقت. قلت لها بص يا صفاء وزوج صفاء، قلت لهم أنا تعبت جدا وإن شاء الله نكمل مرة أخرى. المهم انصرفت وأمرتها أنها تسمع سورة البقرة. سورة البقرة اللي فيها 90% من شرائع الإسلام. بنجيب الهكمن في الأذن هكذا ونقوم مغميين عينينا ومرخرخين أعصابنا ونسمع سورة البقرة، كلام الله اللي ربنا قال في حقه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نزلت وتوكلت على الله عشان أروح أنام. ما أنا برضو إنسان عايز أنام وعاوز آكل واشرب وأعيش حياتي، مش 24 ساعة مع الناس. المهم أفاجأ إني هي وجوزها وعمها، لا يا رب خالها وخالها، داخلين عليا في بيتي الدور الخامس. كان معايا بقدر الله وأنا قاعد ولد اسمه عادل من حلوان، قاعدين دخلوا علينا في الصالون قاعد. فجأة يا سادة البنت اللي قاعدة اللي هي صفاء، الست اللي قاعدة أو نقول معلش اللي هي المرأة اللي قاعدة دي متزوجة، تقوم بكل قوة وبكل شدة كل غضب وعينيها عالية
والتبرئة قوية. أنا هنية، أنا هنية يا شاهنشاه. مين شاهنشاه ده؟ الولد عادل اللي قاعد جنبي، اللي هو جاي من حلوان، فجأة قال لها أنا شاهنشاه يا هنية، أنا شاهنشاه يا هنية، إسلامية كفرة، إسلامية كفرة، شايفة النور اللي خارج من الشيخ محمود، شايفة النور اللي خارج من القرآن، شايفة النور. إيه ده؟ أنا بسأل أطباء الدنيا وعلماء العالم المنكر لهذه الأرواح، مين هنية ديت ومين شاهنشاه؟ أنا بحكي لكم اللي حصل، أنا بحكي لكم على اللي أنا رأيته بعيني. سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق وصدق ما رآه أو شهده. والله أقسم لكم بالله العلي العظيم، صدقوا أو لا تصدقوا، هذا الذي قد حدث. المهم، قامت خناقة في بيتي في الدور الخامس، لدرجة إن ما بين الصالة والصالون عامل كده عبارة عن أعمدة ديكورية، أقسم بالله اتكسرت من شدة الخناق واللي حصل ما بين هنية وما بين شاهنشاه، لدرجة إن البنت اللي هي صاحبة الحالة واللي عليها هنية الكفرة تقول لخالها إيه؟ أنت عليك حمار بيوسوس لك بالخلفة، أنت عليك حمار بيوسوس لك، شيطانك حمار. الكلام دوت اللي حصل. المهم فكناهم من بعض. شاهنشاه بكل قوة كل عافية، اللي هو الولد اسمه عادل، اسمه شاهنشاه اللي هو عليه يعني. أنا شاهنشاه هنية، إسلامي إسلامي. المهم رضيناهم، أسلمت هنية ورضي شاهنشاه، ولما أسلمت هنية بقى اتفقوا الاثنين على إيه؟ على إنهم يتجوزوا. يعني حكايات ولا في الخيال، ولكن أنا بحكي الواقع عشان بس أبين للأطباء والعلماء إن هناك في قوة بتخش في أجسادنا اللي هي الروح. الجن يعني روحه بتخش في أجسادنا، بيفعل الأفاعيل اللي بيحتار عنها الطب. وما فيش مانع، يعني إيه اللي يجرى إن إحنا نجيب سماعة حكما؟ ما أنا قلت لكم قبل كده وسبق إن سماع القرآن بتركيز يفرز مضادات للقلق من المخ. فالمهم قامت خناقة، اتفقنا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما أسلمت هنية وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن يتجوزوا. يتجوزهم إيه؟ قلنا ميعادهم يوم الأربع. ده إحنا على حسب اتفاقنا. قالت لا مش هخرج دلوقتي، أما أتجوز ويوم الأربع. قلنا خلاص يوم الأربع، يوم الأربع يلا. انتظرنا بقى يوم الأربع. تمام يا رجالة؟ اللي حصل كالآتي: أفاجئ إن جوزها داخل عليا قبل يوم الأربع بيومين تقريبا، يا الحد يا الاثنين، حاجة زي كده. هو تقريبا كان الحد أو الاثنين. بيقول لي بقى: مراتي في البيت اتشلت. خدوا بالكم بقى، ما هو ده الشلل اللي انتوا بتعالجوه. طب يتعالج ازاي؟ يتعالج ازاي ده؟ يعني ايه اتشلت؟ بقول له يعني ايه اتشلت؟ قال لي في السرير مشلولة، مشلولة عمالة تصرخ. رحت البيت اشوف واحدة نايمة على السرير وعمالة جسمها بيهتز بكل قوة، وعمالة تقول لي الحقني يا شيخ محمود، الحق. ايه في ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ قال لي جالها جواب من البلد ان اخوها هيعمل عملية في عينيه، فبتجهز الحاجات. تقريبا كان يوم الاثنين، لانها هتسافر يوم الثلاث والعملية هتكون يوم الاربع. فبتجهز الحاجات بتاعتها، الشنطة عشان هتسافر. وهي بتجهز الشنطة جالها الحالة ديت وهي على السرير. الله اعلم بقى، جات لها على السرير، جات لها على الارض، وبيعملوها شالوها. المهم انا لما دخلت لقيتها على السرير وعماله تصوت وتصرخ وعماله تهتز، تقول لي الحقني يا شيخ محمود. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ فقالوا لي على ان جالها جواب من اخوها انها هتسافر علشان هيعمل العمليه. فانا بصيت لها كده وقلت لها: يا صفاء، حضرتك ما انتش عارفه ان يوم الاربع ميعاد خروج هنيه علشان تتجوز شاهنشاه ويخرجوا الاثنين من الجسدين؟
اللي عمل فيك كده هنية، غمضي عينيك، بس قبل ما تغمضي عينيك انوي في قرارة نفسك ان مفيش سفر ومفيش حاجة اسمها عملية، هم يعملوها هناك. في قرارة نفسك ما تسافريش، قلت خلاص مش هسافر والله ما هسافر. قلت له غمضي عينيك، قمت انا بقى مخاطب مين؟ هنية. يا هنية، انا عارف ان اللي عمل كده في صفاء. انت يا هنية علشان معادك يوم الاربع تخرجي من جسمها وتتجوزي الشاهنشاه بتاعك، ولكن انا عندي وعدي، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون. صفاء مش هتسافر، وعارف انك انت اللي عملت في جسمها كده. خدوا بالكم يا اطباء، واحده بقى مشلوله بقى يقولوا لها بقى الشلل ده ايه؟ انا بحكي ده كله علشان تقولوا لنا الشلل ده ايه؟ يا هنية هتخرجي من جسمها الان، والا اقسم بالله العلي العظيم لا هحرقك بسوره البقره، واخرجي منها قبل ما اقرا قل هو الله احد. شاورت عليها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم لسه ما كملتش يولد ولا خلصت الصورة، وإذ بالفتاة من على السرير تتنطر نطرة بتاعت 3 متر وتقوم وكأن لم يحدث بها شيء. جوزها بقى عمال يصرخ ويقول انا بيحصل في بيتي معجزات، بيحصل في بيتي معجزات. معجزات ايه يا عم؟ لا معجزات ولا حاجه، ده ارواح شيطانيه في الجسد وانصرفت منها وخلاص. المهم اللي حصل، الراجل بقى يشد في شعره، ايه اللي بيحصل دوت؟ مين هنية ديت ومين ديت؟ قلت له دي ارواح شريره تلتبس في الجسد وبتسبب لنا الامراض زي ما انت شفت كده. فاللي حصل انصرفت ووعظتهم بقال الله وقال الرسول والصلاة والطاعة والعبادة. وبعد كده بقى أفاجأ يوم الأربعاء بقى المفروض إن هم يجي بقى عادل اللي هو من حلوان مع صفاء عندي في البيت، أو يتفقوا معايا على يوم الأربع في ميعاد معين. أنا بقى انتظرت يوم الأربع ما حدش جه. أفاجأ من بعديها إني عرفت منها وهي ماشية في الشارع إن عادل جه معاها هي، والاتنين خرجوا ازاي؟ حصل ايه؟ مين اللي جه مع عادل؟ ما اعرفش. بس وانتهت القصة الى هذا الحد. تفسروا وتقولوا ايه يا علماء في الكلام اللي احنا بنسمعه دوت؟ ان قلتم كذب انا معاكم، كاذب وخداع وتضليل، خلاص. بس انا بقول حاجة، ايه ذنب المرضى اللي هم بيجرى لهم عمليات جراحية وإبر وأدوية وكيماويات والسبب روحاني؟ مصير الناس دي ايه؟ يعني انا بقول ومش هنخسر حاجة ان احنا نجيب سماعة الهوكمان ونحط في الاذن وناخد جلسات قرآنية وسماع. والله لو حصل حاجة هتتعاملوا معاها وهتشوفوا اللي هيحصل. ان لو حضر واتكلم هتضغطوا على الصباع وتكلموه كلمات، انت مين وبقالك كام سنة معاها وعايز منها ايه لو حصل اللي انا بقوله صدقوا اللي اتقال. ما حصلش معاكم لا يفيدنا تكذيبكم بشيء، ولكننا نقول هذا الكلام رحمة بالمرضى. وعايز أقول إن هناك قوة خفية مسلطة علينا من العالم الآخر، الجن. وسبق قبل ذلك قلت لكم إن السبب في ذلك من؟ إبليس الملعون الذي طرده الله من رحمته، فأراد أن يغوي هذه الأمة. فقال وإذ كنا، قال الله رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذ كنا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. رد الله عليه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعايز أقول القصص كتيرة جدا، وأحكي برضو من ضمن القصص برضو عشان تبقى نبين لكم إن هناك أيضا جني في الجسد، ودي بقى في العقيدة بقى، دي بقى في العقيدة. عندنا هنا في أرض الجنينة رجل، يعني أول حرف منه شين، مراته جت ليا في هذا المكان في الدور الخامس في أواخر 87 قبل ما أخذ المقر في جريدة النور من 90 وإحنا طالعين. كان عندها صرع، بحضر عليها الجني، حضر عليها الجن وتكلم على لسانها. فأنا مسكت العصاية بقى والخرزانة أضرب مين؟ بضرب الجني اللي عمل لها الصرع. بقول له انت جيت لها منين؟ قال لي عندهم في السكن الأولاني من كام سنة، الله أعلم مش متذكر، بس أنا كاتب الكلام ده عندي في الكتاب، إن حصل إن كابل النور ضرب، ومن ساعتها أنا لبستها وبجيب لها الصرع. مسكت الخرزانة أضرب خرزانة، ولا ما كانش وقتها خرزانة عشان نكون صادقين، يعني خرزانات لسه جايبها من قيمة 7 سنين، بس الخرزانات ديت كان يا رب جلد أي حاجة، خلينا عشان نكون صادقين. المهم قعدت أضرب الولد الصغير ابنها النهارده ما شاء الله بقى مهندس كبير دلوقتي، يحكي بنفسه، جري على أبوه. كان 87 جري على أبوه قال له يا بابا في واحد راجل بيضرب ماما. جه بتضرب مراتي ويشتمني وسبلي الدين، كل دوت وانا عايز اهديه واقول له مراتك فيها صرع وحضر عليها جني ومش هيجي لها الصرع تاني بأمارة كذا وكذا وكذا وكذا. حصل؟ قال لي فعلا حصل. ورحت صالحته في البيت. لما صالحته في البيت بقى يقبلني من هنا ويبوسني من هنا، وكل ما يشوفني في الشارع احترام ووقار، وموجود على قيد الحياة. يعني الراجل ده موجود وشاف اللي هو بقول عليه، اللي انا بكلم منه، اللي بكلم عليه. تصدقوا تأمنوا بمين بقى؟ جنبه جاره، يعني راجل نصراني. قال لي يا شيخ الناس دول طالبينك انك انت تعالج واحد عنده. قلت له تحت امرك، احنا بعالجه القرآن. خدني ورحت عندهم وطلعنا بقرأ على هذا النصراني، واقسم لكم بالله هذا الذي حدث، وامامه وموجود الراجل، يعني هذه الشخصية لسه موجودة حتى الآن وعايش. بيني وبينه بالظبط كده ما ياكل من 200 متر، مش بعيد ولا حاجة، الشارع اللي بعدين على طول. ايه والله تاني شارع. فبحضر على النصراني، وجدت روح مسلمة. بقول له مين معانا من الأرواح؟ قال لي أنا مصطفى. قلت له مصطفى؟ أنت مسلم يا مصطفى؟ قال لي مسلم وموحد بالله. قلت له تقول الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده صباع مين اللي بيعمل كده؟ ده لحم مين وجسد مين؟ ده جسد الراجل النصراني، بس روح مين؟ روح مصطفى الجن المسلم قدام أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت له مصطفى انصرف. فانصرف مصطفى. بقى مين اللي معانا؟ الراجل النصراني. قلت له ايه رأيك في الإسلام يا فلان؟ قال لي شيخ محمود انت جاي عشان تعالجني، لكم دينكم ولي دين. قلت له خلاص غمض عينيك. غمض عينيك. احضر يا مصطفى. حاضر مصطفى. ماذا تقول في الإسلام يا مصطفى؟ بلسانه وبإيديه. مصطفى بقى هنا روح مصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا لي يا شيخ محمود اصرفوا، مش عايزين علاج، مش عايزين علاج. وانصرفت. أنا بسأل سؤال، الحالات ديت والناس دي مصيرها إيه؟ فالعلاج بالقرآن الكريم ليس وهما، ليس وهما، وإنما هو حقيقة. اغتسال، دهان، قراءة، سماع، صلاة،
ذكر، طاعة، عبادة، بفضل الله تعالى الجن ما يقدرش يتحمل. الجن ما يتحملش أبدا. فالجن أنواع. أنا يعني أحيانا من ضمن الحالات بسيب الجني، وهنا عندنا حالة جنبينا بقى هنا تبع بالظبط يعني، ويعتبر ابنها اللي موجود معانا ومعانا في المسجد بيصلي. ده كان عليها جن مسلم. الجن المسلم ده بقى ايه رأيكم؟ بيخبز وبيعجن وبيروق وبينشر كل حاجة في البيت. رجل شيخ فاضل عندنا هنا في المسجد، أمه رحت عشان أحضر عليها وأقرأ عليها، خدني عشان أقرأ عليها، قرأت عليها القرآن، وإذ بها يحضر عليها جن مسلم بقاله 40 سنة في جسمها. وبعدين بقول له بتعمل معي؟ قال لي والله أنا طيب وهي طيبة وأنا بخدمها. قلت له بتخدمها إزاي؟ لا يا ربي، ده أنا في بادئ الأمر وأنا بكلمها بتقول لي يا ابني أنا بقوم من النوم بلاقي كل حاجة جاهزة، الخبيز والعجين والترويق والطبيخ، لدرجة إن الفرنة بتبقى سخنة، الفرنة بتبقى سخنة والعيش محطوط. مين اللي عمل دوت؟ فالمهم لما حضرته عليها قال لي أنا طيب معاه وبقالي 40 سنة وبخدمها وبروق لها. بقول له إزاي يعني؟ بقول له إزاي يعني؟ قال لي هي بتبقى نايمة، أنا بخرج من جسمها بروحي، بتقوم هي بروحها تبص للحاجات تلاقي كل حاجة جاهزة، عايز أخدمها أقوم داخل فيها وأنا أتحرك بجسمها بس بروحي أنا. تقولوا في الكلام دوت؟ القصص كتيرة، القصص كتير جدا جدا جدا، ولكن عاوز أقول إن هناك حالات لابد أن تعالج بالقرآن. الأمراض العضوية تعالج بالطب، بالجراحة، بالعسل، بالحبة، بالأعشاب، ولكن ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كمان عندنا من ضمن الكلام وهي حالة الكيلو 4.5. ايه حالة الكيلو 4.5 دي؟ ما يقرب من 6 أشهر رحت لحالة تشخيص الأطباء عبارة عن كما قالت لي بالظبط التهابات وانتفاخات في الرئتين وفي القلب وآلام شديدة. فالمهم قرأت عليها. أنا طبعا سألتها على جميع الأعراض العضوية والروحانية، مفيش حاجة روحانية خالص أبدا، كل عضو 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 عضو. طب مناماتك؟ طب في اليقظة؟ طب بتشوفي حد؟ دي الأسئلة احنا أحيانا بنسأل لبعض الناس، يعني بتحسي أحيانا في حد نفس جنبك، حد بيعتدي عليكي، نوع من أنواع الحيوانات بيطاردك، بيغمى عليها، بتتشنك، كذا كذا كذا. فدي ما فيش أي إجابة عن الروحانيات، وأقسم لكم بالله احنا اتعلمنا من الناس. فقرأت عليها في ودنها بعض الآيات القرآنية في عدة دقائق ما كملتش 3 دقايق. وإذ يحضر جني اسمه أحمد. أحمد ده بقى ساكن على قلبها، عمل لها عملية ضيق في التنفس، والدكاترة قالوا شخصوا كذا وكذا وكذا. خرج بالعنف وبالقوة وضغط الصباع من جسمها، وبفضل الله تعالى كل الأعراض اللي كانت عندها راحت في التوة واللحظة. ثم انصرفنا من البيت. حتى الآن 7 أشهر لم أعلم ماذا حدث عنها حتى الآن، لا تليفون ولا قريب كلمني ولا أي حاجة. هم يمكن أقربائها يبعدوا عننا هنا بالظبط كده بتاع ما يقرب من إيه، من 30 متر. دي حاجة. الحاجة الأخرى اللي كمان عايز أقولها عشان أبين للعالم كله إن هناك قوة خفية مسلطة علينا، إن كثير من الناس مبتلية. مبتلية بإيه؟
مبتلية بعدوها الشيطان اللي ربنا قال في حقه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو. طيب نعمله إيه؟ قال لك: فاتخذوه عدوا. يا ترى العدو دوت، طب أنا هو لا أنا ممسوس ولا ملموس ولا عندي مرض في جسمي ولا في إيديا ولا طيب هل يا ترى هو معانا؟ معانا. ايه رأيكم بقى؟ اعرف عدوك واعرف السلاح اللي تقدر تحاربه بيه، لأن كثير جدا من اللي بيقولنا هنا هو مجرد ما نشوفه في مناماتهم كوابيس ولا أفزاع ولا واحد بيعتدي عليها ولا نوع من أنواع الحيوانات بيطاردها ويروح لأي حد يقول لك معمول لك عمل. حرام تكذبوا على الناس. معمول لك عمل، خطيت، أنت مسحور. لا، أنا عايز أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا ثلاثة. الرؤيا ثلاثة يعني 3 أصناف: رؤية مبشرة من الله لعبده المسلم، ورؤية تحديث نفس، ورؤية تحزين شيطان، فمن رأى منكم ما يكره فلا يحدث به وليكن فليصلي. خلاص؟ فمش معنى انك انت تشوف حاجة في منامك ولا كابوس ولا فزع ولا تبقى قاعد في البيت شايف حد عمال يتحرك امامك ويبقى خلاص كده ملبوس او مسحور. لا، اكشف بالقرآن وشوف. لو حصل لك اي حاجة تعالى لنا، ما جيتلناش شوف اي حد يعالجك او عالج نفسك بنفسك. دي رؤيات. وهذه الرؤيات لا تصرف منك إلا بالتحصن، إلا بالسلاح القوي. إيه هو السلاح؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم. قرآن قراءة في الصباح أذكار، في المساء أذكار. الأذكار ديت بتبقى حواليك عبارة عن هالة نورانية، لا يستطيع ناري أن يتحكم في نوراني. وعايز أقول لك: اعرف عدوك واهزمه بالصلاة والطاعة والعبادة قبل أن تهزم منه. فأنت يا ابن آدم، أي إنسان على وجه الأرض هو عبارة عن 5. خدوا بالكم كويس. أنا أهو بشخصي أمامكم العبد الفقير محمود بيومي هيكل، بلحمي ودمي وشحمي وعروقي أعصابي. هل أنا فقط؟ لا، أنا 5. أنا الإنسي ومعايا القرين الشيطاني. مين يا عم القرين الشيطاني دوت؟ فهمنا بقى كويس بالقرآن والسنة. أقول لك الكلام اللي رب العالمين أخبرنا بيه. قال إن لكل إنسان قرين. قال إيه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. لما نيجي في القرآن الكريم يقول لك إيه؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد، إلى آخر الآيات. تعالوا كده في سورة الزخرف ربنا بيقول إيه على القرين؟ قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أي إنسان يبتعد عن منهج ربنا عن طريق القرآن، طريق السنة، الوضوء، الصلاة، الطاعة، العبادة، الذكر، الشريعة، على طول نقيد له شيطانا فهو له قرين. شغلته إيه القرين ده بقى؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الطاعة سبيل يخنقك، يكسلك، يبعدك، يأمنيك، يطول في عمرك، كل دوت أماني وأمل كبير. كل ده شغل الشيطان. خلاص يا حباب، ادي الشيطان ده القرين. تعالى السنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة وهي مصطنعة النوم، فخرج من عندها رويدا فخرجت خلفه وهي في غضب غضبانة، فنظر إليها وقال: أو حضر شيطانك يا عائشة؟ قالت: أو ما لك شيطان؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم لي فما يأمرني إلا بخير. يبقى كل إنسان معاه إيه؟ ومعاه قرين. القرين ده بقى
اللي يصدك عن الطاعة وعن العبادة، ويصد البنات عن الزواج، ويصد الإنسان عن العمل، ويقف في طريقك ويوسوس لك. ازاي انا احاربه؟ احاربه بالقرآن، احاربه بالذكر، احاربه بالطاعة، احاربه بالوضوء، احاربه بالوقوف بين يدي الله كل يوم 5 مرات في بيته، لان صلاة الجماعة تحرقهم حرقا وتبعدهم عنك بعدا. يبقى احنا كده انتهينا من كام؟ من 2: الانسان بشخصه ولحمه ودمه وروحه ونفسه، والقرين الشيطاني. طيب ما هناك في قرين ملائكي برضه، ايه رأيكم يا رجالة؟ والله في قرين ملائكي. قال تعالى في حق كل من التزم وكل من عبد وأطاع واستجاب، لأن الهداية ربنا سبحانه وتعالى من عدله وزعها على كل عباده، فمنا من قبلها ومنا من رفضها. فاللي قبلها ربنا قال في حقه ايه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ناس قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستقامت على الطريقة، استقامت على الطاعة وعلى العبادة وعلى الذكر وعلى القرآن وعلى الصلاة وعلى السجود وعلى الركوع. صلت في اليوم والليلة 17 ركعة ب34 سجدة، و12 ركعة سنة ب24 سجدة، بخلاف الشفع والوتر 6، 3 ركعات ب6 سجدات، بخلاف القيام، بخلاف التهجد، بخلاف سنن الوضوء، بخلاف صلاة الضحى. كل دوت يحرق الشيطان، كل دوت لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لا في شرك ولا في كفر ولا في عري ولا في رقص بالليل ولا بالنهار ولا في تفرج على النت وعلى الرقصات الشرقية ولا الغربية، لا ده في طاعة وعبادة لربنا قال في حقهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. ده بقى الصنف دوت اللي ربنا قال في حقه ايه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الملائكة ينزل امتى؟ عند الموت، حينما يرى المؤمن في آخر لحظاته من الدنيا بملائكة بيض الوجوه نازلة من السماء تسلم على المؤمن، وكل ملك معه بشارة ليست مع الملك الآخر، يقولون له: يا ولي الله، انتهت منك مدة التكليف فأنت اليوم عندنا في مدة التشريف. تعال بقى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي مما أنتم قادمون إليه العالم الآخر يعني، ولا تحزنوا مما تركتموه خلفكم من الذرية والأولاد والأموال والبضائع. ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا. وإيه كمان؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة اللي كنتم تقرأوا عنها في القرآن ويقولها لكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأحاديثه بما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة اللي بتجدها في القرآن الكريم اللي فيها الحور العين والغلمان والأشجار والثمار واللؤلؤ والمراكب والملابس والملذات. هي دي الجنة اللي احنا قلنا لكم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى هنا بقى القليل الملائكي ده ايه؟ وليك اللي يلهمك، اللي يحفظك، اللي يبعد عنك السوء، اللي يبعد عنك الكوابيس والأفزاع، اللي ما يخليش الشيطان يجي لك في البيت، اللي ما يجيلكش وانت نايم وتلاقي قايم كده عمال كأنك بتغرق. لا 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 لا، ابعدوا عنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى احنا كده انتهينا من كام؟ من 3: الإنسان بشخصي ونفسي، قرين شيطاني، قرين ملائكي. طب امال يا سيدي مين الرابع والخامس ده؟ مين الرابع والخامس دوت؟ ملكان كريمان. أما قرأتم في كتاب الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون. مين هم الحفظة دول؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. لما نيجي نقرأ في سورة قاف يقول لك إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان، أنا وإنت الناس دي كلها، هو ده الإنسان. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد اللي هم العرقان المتصلان بالقلب إلى المخ. الله أقرب إلينا من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شفتوا القرآن بيفسر بعض ازاي؟ رقيب عن اليمين وعتيد عن الشمال. يبقوا كده كام؟ يبقوا كده 5. عايز أقول لك يا مسلم، يا موحد، يا مؤمن، كن على ما أنت عليه وإياك أن تضل. تمسك بالعروة الوثقى، تمسك بالتوحيد إلى أن تلقى الله. أما بقى الآخرين اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. افعلوا كيفما تشاءوا، ابتلوا في العباد، ارتشوا، اذنوا، اكفروا، اعبدوا غير الله. ليكم ميعاد وعليكم ملائكة تكتب لكم كل صغيرة وكبيرة. لدرجة ان سيدنا عمر بيقول لسيدنا علي: ملكان كريمان يكتبان كل شيء. قال: حتى الصفير. حتى الصفير يا علي؟ قال: نعم حتى الصفير. قال: كيف يكتب ذلك؟ قال: يكتب في الدنيا صفير ويوم القيامة عند الله التفسير. صفارة. يعني أنا مثلا لما أعمل كده أمام حضرتك أهو، خليك بس معايا كده واحدة واحدة عشان تعرف إن كل حاجة بتتكتب. أهو استهجوها أنتوا بقى، يلا استهجاها. حرف، طيب كلمة، طب جملة اسمية ولا فعلية، طب شعر ولا حديث؟ أبدا والله. والله إنها لصفير ويوم القيامة تكتب بين يدي الله تبارك وتعالى عنده يوم القيامة التفسير. يا ترى الصفارة اللي انت صفرتها دي كانت لمين؟ لحيوان يشرب هتاخد ثوابها، ولا البنت الجيران ولا واحدة تعاكسها تاخد عليها عقاب؟ فكل حاجة مكتوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك كمان يا مسلم أو يا أيها الإنسان على وجه الأرض أيا كنت، مهما فعلت ومهما ذهبت فالله ناظر إليك، والله مطلع عليك في سرك وفي جهرك. الدليل إني أعطاك إشارة. إيه رأيك؟ إن يعلم كل كبيرة وصغيرة بالليل وبالنهار. هذه الإشارة تجدها في بيتك، تجدها على سلمك، تجدها في مطبخك، تجدها في دورة ميتك، تجدها في المزارع، تجدها في الصحراء، تجدها على قمم الجبال، على شواطئ البحار، في الحدائق والمنتزهات. إشارة لكل عاقل أن الله تبارك وتعالى لا يغفل عنه شيء. يا عم قول لنا إيه الإشارة ديت؟ العقلاء حاضر يا سيدي هقول لك. النملة. النملة؟ إيه والله النملة. افهم لي كلامي كويس، ولو فهمته كويس هتراقب نفسك، هتعرف ان ربنا معاك في كل مكان، شايفك ومراقبك، مطلع على أسرارك كبيرة أو صغيرة، عظيمة أو حقيرة، قليلة أو صغيرة، كله. النملة؟ النملة. بصيت بعقلك للنملة اللي ماشية جنب الجدار ده، ولا على الحيطة، ولا في دورة المية؟ الله سمع كلامها فسجله في كتابه الكريم، حيث قال عنها: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة اللي انت شايفها تحت رجليك ديت الله يسمع دبيبها ويعلم سرها وجهرها
ومستقرها ومستودعها، وعلى الله رزقها. فإن كان الله يسمع دبيب هذه النملة ألا يراك حينما تزني؟ أما يراك حينما تقتل؟ أما يراك حينما تثبت الناس في الطرق وفي الشوارع لأخذ أموالهم؟ ألا يراك حينما ترقص وأنت في الكباريه؟ أما يراك وأنت تمثل وتأخذ البنات في الأحضان والقبلات؟ يراك والله، يراك كما يرى النملة. فإن كانت النملة يراها ويسمعها، فكيف بك أنت وأنت سيد الكون؟ تنظر النملة إليك كنظرتك أنت إلى أكبر جبل على وجه الأرض. انظر إلى نفسك حينما تقف أمام جبل، هذا الجبل أيغفل عن الله؟ كلا، أنت بالنسبة للنملة جبل. ونسمع لكلام النملة لما قالت هذه الكلمات، قال العلماء فيها أنها هناك 11 صفة من صفات هذه النملة حينما قالت لو إحنا كبشر أخذنا بهذه الكلمات ما وجدنا مشكلة في حياتنا. أنها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. 11 نوع من أنواع البلاغة، كنت ونادت ونبهت في أيها وحدة. النمل سمت يا أيها النمل ادخلوا، أمرت، مساكنكم نعت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصصت، وجنوده عمت، وهم أشارت، لا يشعرون عذرت. لو أخذنا بهذه الصفات من النملة ما وجدنا مقتولا ولا مظلوما ولا محسودا ولا مسحورا. ولكن أقول لكم اعملوا ما شئتم فإنه بما تعملون بصير. وأقول أيضا لكل من سولت له نفسه وعاش في الذنوب والمعاصي، والله يا ابن آدم لو علمت قرب أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حيلك ونصبك، ولكن غدا سيلاقيك ندمك، فلا أنت إلى دنيا عائد ولا في حسناتك زائد. لك يوم ولك ساعة ولك لحظة هتموت فيها، وهتخش القبر فيها، وهتتحاسب فيها على كل كبيرة وصغيرة. فأنا بقول لك يعني اتق الله مع المرضى، اتقوا الله مع أنفسكم، فإن رزقك هو رزقك الذي كتب في الكتاب، ولكن خذوه بحسن الطلب. فكما قال الشاعر لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. يا أخي الفاضل، أسألك بالله الواحد الأحد أن تؤدي الفرائض، وأن تتقي الله في نفسك وفي أهلك وفي جيرانك وفي وطنك، فوالله ستموتون وستبعثون يوم القيامة وتحاسبون على ما قدمتم من أعمال. وأختم كلامي بقول الشاعر حينما قال نموت وتذهب أيامنا ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها، وعجبت وما لي لا أعجب، أيلهو ويلعب من تموت نفسه ويهدم أداء. وأختم كلامي بقول الشاعر حيث قال نموت وتذهب أيامنا ونلعب والموت لا يلعب،
عجبت لذي لعب قد لها وعجبت وما لي لا أعجب أيلهو يلعب من تموت نفسه ومنزله يخرب أرى الليل يطلبنا والنهار ولم أدري أيهما أسرع أحاط الجديدان جميعا بنا وليس لنا منهما مهرب فكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. فإن شاء الله تعالى استعد يا ابن آدم، بعد الممات في نشر وفي حشر وفي عرض على الله وفي صراط وفي ميزان وفي كتاب وفي يوم حسرة وندامة وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة وبعد كده بقى جنة أو نار. إيه رأيكم بقى؟ موعدنا يوم القيامة، موعدنا كما قال الله تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ والله إنه لقريب والقيامة آتية. وصدق من قال في حق ذلك آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ارجعوا إلى الله قبل فوات الأوان. نحن في دار دنيا ستنتهي، والله ستنتهي. لما نجد بعض الشباب يلهو ويلعب ويتنعم في الدنيا، طب آخرتها إيه؟ ما فكرتش؟ بتقتل لحساب مين؟ بتشعوذ وتدجل على حساب مين؟ بتضحك على الناس ليه؟ بتكذب عليهم ليه؟ عشان إيه ده كله؟ عشان دنيا؟ طب هنفترض انك انت عشت فيها 1000 سنة. شوف بقى الشاعر بيقول ايه عن اللي عاش 1000 سنة: والله لو عاش الفتى في دهره 1000 من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بكل أنعم عصره لا يعتريه السقم مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان ذلك يفي بمبيت أول ليلة في قبره. اعمل ما شئت، ارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله، حيث قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالعلاج بالقرآن ليس وهما وإنما هو حقيقة، وأسأل الله تعالى أن ينفع الناس بما قلت وبما سمعت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.